مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. محتوى مهرجان إريتريا يبشر بمستقبل مشرق. نجاح حملة تطبيب العيون في الإقليم الجنوبي. حكام أقاليم إريتريا يعقدون سمينارا في واشنطن. الجيش في مالي يستعيد السيطرة على قاعدة عسكرية أخلتها الأمم المتحدة. كيم يتفقد مصانع أسلحة في كوريا الشمالية ويدعو لتعزيز إنتاج الصواريخ. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان أكبر مناورات عسكرية على الإطلاق. بشرت المنتجات الوطنية المعروضة في مهرجان إريتريا التي تعتبر ثمرة الجهود لاستغلال وتنمية الموارد المتاحة في مختلف القطاعات بشرت بمستقبل مشرق للبلاد. اشتمل المهرجان الوطني الذي افتتح في 13 من أغسطس تحت شعار مهرجان الصفوف المتماسكة على أنشطة مؤسسة التعدين في بيشة وزارة ودباروا وغيرها، وأعمال الابتكار والاختراع والتقنية التي يقوم بها الشباب للمساهمة في الحياة المعيشية للشعب ورفع الوعي المجتمعي بالتغذية. وأوضح عضو لجنة الاحتفالات السيد عبد الواسع إبراهيم أن الابتكار والإبداع الذي قدمه الشباب معجزة رائعة تسلط الضوء على الإمكانات ويمكن لمجتمعنا الاستفادة منها في الحياة اليومية. وأفاد الزوار أن المحتوى المقدم سيساعدهم على فهم برامج التنمية التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد، وإن عروض الشباب في الابتكار والتصنيع يعكس القدرات الكامنة. وشكر مقدمو العروض الفرص التي أتاحها المهرجان الوطني لعرض منتجاتهم للجمهور. أعلن مسؤول وحدة مكافحة الأمراض غير المعدية في مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي سيد يمان الصقاي أن حملة جراحة العيون التي أجريت في 5 مديريات بالإقليم من منتصف هذا العام كانت ناجحة بنسبة 99%. وذكر في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية إجراء جراحة العيون المجانية لمختلف الأمراض ل 571 مواطنا في مديريات صالونة وماي عيني وصنعفة وسجنيتي وعدقية، مشيرا إلى إجراء دراسات مسبقة للتعرف على مرضى العيون. وأوضح بأن جراحات العيون كانت تجري فقط في المستشفى المرجعي للإقليم الجنوبي، ويخلق ذلك مصاعب نتيجة الاكتظاظ، وستعمل حملة جراحة العيون في المديريات ال5 لتخفيف هذه المصاعب. ونصح السيد يمان المواطنين الذين يعانون من مشاكل في الرؤية بالتماس المساعدة المهنية، على الرغم من أن أمراض العيون خاصة انعتام عدسة العين والتراكوما والتهاب العين يمكن علاجها بسهولة. خضع 3771 مريضا في الإقليم الجنوبي لعمليات زرقة العين في السنوات ال4 الماضية. عقد وفد الحكومة والجبهة على المستوى المكون من حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي، وحاكم إقليم عنسب السفير عبد الله موسى، وحاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة، سمينارا يوم 13 من أغسطس للإريتريين في واشنطن دي سي وضواحيها حول الأوضاع في البلاد. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد برهان جبريهوت بأن السمينار مواصلة للمنتدى والمهرجان السنوي الذي نظم في مدينة سياتل، وأشاد بالمشاركة المهتمة في السمينار الذي هدف لتقوية الرابط بين الشعب والحكومة وتبادل الأفكار. وأوضح السفير محمود علي حروي أن إريتريا واجهت لسنوات طويلة المعوقات والعدائيات وتصدت لها دفاعا عن الشعب والسيادة، وتتواجد في عمل قوي بالاعتماد على الذات لتنفيذ برامج التنمية الموضوعة وضعا في الاعتبار للانتصارات الباهرة التي تحققت في المرحلة الماضية والفرص والتحديات التي خلقتها. وقال إن إريتريا وارتكازا على الفرص القائمة بفضل صمود شعبنا وبطولات جيشنا والقيادة الرشيدة تقوم بدور بناء بالتأثير الإيجابي على الأوضاع غير المستقلة أو المستقرة في الجوار وإحلال الشراكة والتنمية والسلام في دول الجوار، موضحا بأن البلاد تدخل في مرحلة جديدة للتنمية الاقتصادية والإعمار الهادفة في الأساس لتحسين الحياة المعيشية للشعب. لذلك فإنه توجد الثقة الكاملة لقيام الجبهة الرابعة للتصدي
بكل المتطلبات. وحول قضية الاستثمار الاقتصادي والمساهمة المهنية للإريتريين في الخارج، أوضح السفير محمود علي حروي وضع برنامج شارك فيه المواطنون المقيمون في المهجر في مرحلة بناء الوطن الجديدة، مناشدا الاستثمار بشكل فردي وجماعي بما يعزز الإنتاج الوطني ولتوظيف قدراتهم المهنية لمصلحة الوطن. وأجاب حكام الأقاليم الثلاثة على الأسئلة والاستفسارات من قبل الحضور. عقد مكتب وزارة الزراعة في إقليم القاشبركة سمينارا تنويريا للمزارعين بشأن إعداد العلف الحيواني الزراعي. وأوضح مسؤول وحدة تنمية المراعي في المكتب السيد كبرام تخلى مريم أن الهدف من التنوير ترسيخ وسائل تنمية العلف الزراعي دون تربة وخلق الأرضية لإيجاد العلف للمواشي التي تربى في المنازل. وقال إن هذه الوسيلة سهلة وتجري بكلفة قليلة، وبالإمكان إعداد العلف الزراعي للدجاج والماعز والأغنام والأبقار في فترة 8 إلى 14 يوما. من جانبه أوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية شامبوق السيد برخت محاري أن السمينار يساعد لتعريف المزارعين بأهمية العلف الزراعي عامة وإنتاج العلف الزراعي دون تربة على وجه الخصوص. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الجيش المالي أنه سيطر إثر اشتباكات مع إرهابيين على قاعدة عسكرية في شمال البلاد بعدما أخلتها قبل الأوان بعثة الأمم المتحدة مينوسما التي عزت انسحابها المبكر لدواعٍ أمنية. وقال الجيش في بيان إن قواته استولت على معسكر بير إثر حوادث عدة عرقلت حركتها. وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي المعروفة بمينوسما إنها ولدواعٍ أمنية انسحبت من قاعدة بير قبل الأوان المحدد أساسا، وبسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة والمخاطر الكبيرة التي يشكلها ذلك. أوضح بيان للجيش المالي أنه في طريقه إلى قاعدة بير خاضت وحدات الجيش اشتباكات مع جماعات إرهابية مسلحة، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى و4 جرحى في صفوف العسكريين. دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز إنتاج الصواريخ بشكل كبير، وذلك خلال تفقده مصانع أسلحة كبرى حسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، في وقت تستعد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء تدريبات مشتركة الأسبوع المقبل. وجاءت الجولة تفقدها على المصانع يومي الجمعة والسبت بعدما دعا كيم إلى تكثيف الاستعداد للحرب خلال اجتماع عسكري مهم الأسبوع الماضي. وتخللت جولته زيارات إلى مصانع إنتاج صواريخ تكتيكية وقذائف راجمات صاروخية من العيار الكبير وعربات قتالية مدرعة وفق وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية. وخلال الزيارة إلى منشأة الصواريخ التكتيكية عبر كيم جونغ أون عن الارتياح لأن المصنع أتقن القضايا العلمية والتكنولوجية الناشئة عن الإنتاج ودفع قدما في تحديث الأسلحة. أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أنهما ستنظمان تدريبات صيفية في الفترة من 21 إلى 31 من أغسطس لتحسين قدرة الحلفاء على الرد على التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية. وستجري التدريبات هذا العام على أوسع نطاق على الإطلاق، حيث تحشد عشرات الآلاف من القوات من كلا الجانبين وبعض الدول الأعضاء في قيادة الأمم المتحدة في حوالي 30 برنامج تدريب ميداني، وفقا لبيان صحفي صادر عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية. ونددت كوريا الشمالية بالتدريبات العسكرية للحلفاء ووصفتها بأنها بروفة لحرب نووية. وتعتبر كوريا الشمالية تلك المناورات تدريبا على غزوها، وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات ساحقة ردا على ذلك. قال مسؤولون إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيارات أرضية نجمت عن هطول أمطار غزيرة في منطقة جبال الهيمالايا الهندية مطلع الأسبوع، مع بقاء العشرات محاصرين أو في عداد المفقودين. وأظهرت لقطات تلفزيونية من ولاية هيماتشال براديش بالهند منازل تساوت بالأرض
بسبب الانهيارات الأرضية وحافلات وسيارات معلقة على حواف المنحدرات بعد أن انهارت الطرق. وكذلك أظهرت مئات الأشخاص في مواقع الإنقاذ بينما تكابد فرق الطوارئ لإزالة الأنقاض. واستمر ورود أنباء عن سقوط المزيد من الضحايا بينما كان رئيس حكومة الولاية سخفندر سينغ يتفقد بعض المناطق المتضررة. وقال مسؤولون بالولاية أن أوامر صدرت بإغلاق مدارس ومؤسسات تعليمية أخرى ونقل أشخاص معرضين للخطر إلى ملاجئ آمنة. ختاما سادتي لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. محتوى مهرجان إريتريا يبشر بمستقبل مشرق. نجاح حملة تطبيب العيون في الإقليم الجنوبي. حكام أقاليم إريتريا يعقدون سيمينارا في واشنطن. الجيش في مالي يستعيد السيطرة على قاعدة عسكرية أخلتها الأمم المتحدة. كيم يتفقد مصانع أسلحة في كوريا الشمالية ويدعو لتعزيز إنتاج الصواريخ. وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان أكبر مناورات عسكرية على الإطلاق. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.